5:30 مساء بتوقيت جرينتش، 8:30 بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق، و9:30 مساء بتوقيت الإمارات. الذهب النهارده اتحرك في النطاق السعري ما بين 3302 وده كان أدنى سعر وصل له حتى 3349 وده أعلى سعر وصل له. قلت وهو عند ال 3302 وتحت ال 3325 عندي منطقة مقاومة عند ال 3325. أنا مش دجال ولا أي حد بيحلل دجال. التحليل الفني هو عبارة عن قراءة المستويات السعرية المختلفة يوم بيوم، يعني أنا بشوف أداء الذهب عند المستويات دي عامل إزاي، ولما بيخترق مستوى أو بيكسر مستوى لتحت ببتدي أحدث الرؤية بتاعتي. ما ينفعش تسأل حد ويبقى أنت عندك اقتناع إن في حد يقدر يقول لك بكرة إيه اللي هيحصل. بلاش العقليه دي، بلاش الذهب نازل ولا طالع، مفيش حاجه اسمها كده. الذهب نازل ولا طالع ده يدل ان مفيش فهم للي بيحصل في اسواق المال. انا عايزك تتعلم اللي حصل النهارده للذهب ده، تفهم منه الامور بتمشي ازاي. الذهب اسمه الملاذ الامن، الاقتصاد اللي بيقول كده، مش انا اللي بقول كده. الذهب اسمه الملاذ الامن، سعره بيزيد مع الازمات والمشاكل والحروب. النهارده كنا شغالين 3310 او 15، واثناء اليوم الاتحاد الاوروبي فرض عقوبات على روسيا. اول لما فرض العقوبات على روسيا راح طلع من 3320 وصل لغايه 3349 على مدد العقوبات اللي بتنذر او تبشر بوجود ازمه. وصلنا لل 3349 ورجع يتراجع تاني ونزل عند نفس النطاق السعري اللي بقالي اسبوعين عمال اتكلم فيه ال 3325، وهو دلوقتي شغال 3320 3321. هتقول لي يعني ايه توقعاتك؟ هقول لك توقعاتي لو سعر الاغلاق النهارده تحت ال 3325 هيبقى ده اليوم الثالث على التوالي اهو في التداول يقفل تحت المنطقه دي او عند المنطقه دي، وده مؤشر ان هيحصل هبوط. مؤشر، انا بقول مؤشر يعني احتمال، مش بنسبه 100%. يمكن بكره الصبح ترامب يطلع يقول لك انا اقلت جيروم باول، تلاقي الذهب نط تاني. فانت عندك يوم الجمعه نزلنا من ال 3379 او 3376 يوم الجمعه ل 3307. امبارح الاثنين اول جلسه في التداول قفلنا عند 3325. النهارده احنا شغالين دلوقتي قرب منطقه ال 3325. معنى كده ان مفيش دافع ولا محفز ان الذهب يطلع. هتقول لي باشا هو عشان انا بسمع التعليقات دي انا عايزك برضو تعرفها وتشوف الناس بتفكر ازاي، وانا برد لك اهو على الناس، بوفر عليك طريقه تفكير باجابتها. الناس تقول لي ايه باشا البنوك المركزيه عماله تشتري. باشا انا من 3 ايام عملت احصائيات عن شراء البنك المركزي الصيني